بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم مع الجديد في الغزل والنسيج. تعالوا نشوف إيه العالم بيحصل إيه في الغزل والنسيج، وأحوال السوق وأحوال الأسعار وأحوال الشركات العالمية. نبتدي مثلا من شركة ريتر السويسرية. شركة ريتر مشهورة جدا بصناعة معدات أو ماكينات الغزل والنسيج. استحوذت شركة ريتر على شركة برماج. شركة برماج ديت شركة مشهورة جدا لإنتاج معدات الألياف الصناعية وألياف البوليستر. فشركة ريتر اشترت شركة برماج للألياف الصناعية. عندنا خبر تاني من المكسيك بتستهلك أو بتستورد منتجات كبيرة جدا من المنسوجات المنزلية زي الفوط والمفروشات. وكان نصيب الأسد هي الصين بتصدر كميات كبيرة جدا للمكسيك وتفوقت على الولايات المتحدة الأمريكية. ودي معلومة لينا إن احنا نقدر نفتح أسواق للمنتجات المصرية خاصة الفوط إلى دولة المكسيك. أما بالنسبة لغزل القطن، فغزل القطن في الهند بيواجه ضغوط كبيرة جدا، وهو بيتطلع إلى الانتعاش في خلال موسم الأعياد، لأن الهند داخلة على أعياد كتيرة الفترة اللي جاي. ففي ضغوط جدا على المصانع، والأسعار ما زالت منخفضة جدا. يعني سعر ال30 الممشط الكومباكت بيتراوح من $2.90 إلى $2.95 للكيلو. داخلين في سنة على هذه الأسعار. ومركزين هم دلوقتي على الطلب المحلي خاصة في موسم الأعياد. ففي مثلا العاصمة الاقتصادية هي مومباي، تجار الغزل بدأوا يشتروا خيوط من مصانع الغزل اللي هي موجودة في شمال وجنوب الهند. وده يودينا على أسعار الألياف القطن. تجد إن الأبلند اللي هو الأمريكي والبيما الأمريكي السحب فيهم خلال شهر 6 و7 قليل جدا. يعني الهند أو الصين كمية السحب أو بيستوردوا القطن من أمريكا قل جدا خلال الشهرين اللي فاتوا دول. ولو رحنا لتركيا نجد إن البنك المركزي التركي خفض سعر الفايدة بمقدار 3 نقاط لتصل إلى 43%. نسبة الفايدة في تركيا عالية جدا، وده يعتبر أول خفض لسعر الفايدة منذ شهر 4 اللي فات، لأن كانت حوالي 46%. ولو تفتكروا اعتقال رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو وحدث فيه انهيار للليرة من شهر 4 اللي فات. حاليا انخفضت من 49% إلى 46%، ويبتدي يحصل فيه انخفاض مع تقليل التضخم والاهتمام بالتصدير. عندنا خبر بقى من مصر إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وقعت اتفاقية بقيمة 53 مليون دولار مع شركات نسيج صينية عملاقة. خلي بالكوا إن عاصمة الغزل والنسيج أو الملابس الجاهزة في مصر هتبقى منطقة القناة، منطقة الأنطرة ومنطقة السويس ومنطقة الإسماعيلية. فالأسبوع اللي فات وقعت 3 اتفاقيات مع شركات صينية كبيرة جدا، وهتبقى في مصانع بوليستر، في مصانع ملابس جاهزة، وكلها هتبقى تصدير وتشغيل. طبعا العمالة هتبقى منطقة صناعية تضم 28 مشروع كلهم غزل ونسيج وملابس جاهزة طبعا، وبتوفر حوالي لحد دلوقتي حوالي 40,000 فرصة عمل مباشر. تحياتي مهندس محمد كمال.